طيب يلا بينا يا شباب نبدأ مع بعض الريفيجن بتاع شابتر 4. بس اوضح لكم المعاناة اللي انا فيها عشان برضه تبقوا واخدين بالكم. كان انت هتشوف الفيديو ده النهارده اصلا او هتشوفه بكره الصبح، يعني بص كده. النهارده 30 اللي هو يوم التلات اللي هو الحصة بتاعتنا. الفيديو ده يا جماعة متصور من اسبوع اصلا. تمام، المفروض إن هو متصور من اسبوع، ويعني متصور من الاستوديو صوت وصورة، وكانت الدنيا بالنسبة له تمام يعني. وكنا كتبنا كل حاجة وشرحنا كل حاجة، وفي الاخر بتوع الاستوديو مش لاقيين الفيديو فين، مش لاقيين مكانه يعني. للاسف الفيديو ضاع. طبعا عرفت الكلام ده امتى وانا جاي امبارح انزله ما لقيتوش. فايه، انا عيد تصويره من الاول. يعني كل الكلام ده حصلنا قبل كده، بس هنعيده من الايه، من الاول. مفيش مشكله، مفيش مشكله. طب يا جماعه احنا دلوقتي هنبدا نتكلم عن الخصائص بتاعه الفلويدز. خلاص. اول خاصيه عندنا وهي الدنستي. تمام. قالك ان انت عشان تحسب الدنستي بتاعت اي حاجه، عشان تعرف الكثافه بتاعت اي حاجه، شوف الماس بتاعت الحاجه دي واقسمها على الفوليوم بتاعها. فلو جينا نستنتج اليونت مع بعض هتلاقي الماس بالكيلو جرام والفوليوم بمتر ايه، كيوب. ولو جينا نعمل الدايمنشن فورمولا مع بعض، الكيلو جرام هشيلها واحط ام، ودي هشيلها واحط ال، فتطلع تحت تبقى نيجاتيف ايه يا جماعه، تبقى نيجاتيف 3. في مشاكل؟ طيب قال لك ايه بقى يا سيدي، اول حاجه تكتبها عندك في النوتس يعني. خلي بالك ان الدنس دي بتعتمد، بتديبند يعني on type، تعتمد على نوع الماتيريال بس. خد بالك من الجزء ده، انها بتعتمد على التايب بتاع الايه يا جماعه، الماتيريال بس. فانا ما اجيش اقول لك الماس زاد ايه يحصل للدنس تقول لي زادت، لا. ما اجيش اقول لك الفوليوم زاد ايه يحصل للدنس تقول لي قال، لا الكلام ده غلط. هي بتعتمد على الماتيريال بس، يعني مش فارق معايا الماس قد ايه ولا فارق معايا الفوليوم قد ايه. يعني لو قلت لك مثلا دي قطعه ورق، مثلا الدنس بتاعتها على سبيل المثال 125 مثلا، لو انا قصيت نصها فبقت كده، هتفضل برضو الدنس زي ما هي كام، 125. تمام. يجي حد يقول لي مستر طب ازاي يا مستر الماس بيقل او الفوليوم مثلا بيقل او الماس بيتغير عامه، ازاي ده بيأثرش في الدنستي؟ بص يا حبيب قلبي، انا لو قلت لك ان الماس ب1 والفوليوم ب1 تطلع الدنستي بكام؟ تطلع الدنستي ب1. كل الفكره فين؟ انا لو الماس زادت بقت ب3، هو طبيعي يا جماعه الماس تزيد ب3 الفوليوم يفضل زي ما هو؟ انت زودت وزن فطبيعي زودت كتله، يعني اكيد الفوليوم بتاعك، الحجم بتاعك اكيد زاد، فبيزيد بنفس النسبه. يعني لو دي برضو واحد تبقى دي كام، 3، فتيجي تشوف 3 على 3 اللي هو كام، اللي هو واحد. فهي كل الفكره ليه الدنسه بتتاثرش؟ عشان لما الماس بتزيد الفوليوم بيزيد هو كمان ايه معاها، فالتغير هنا بيكنسل التغير هنا، فبيفضلوا نفس الايه يا جماعه، فبيفضلوا نفس الريشيو. تمام. طيب انت عارف الدنسي بتساوي مثلا على الفوليوم، فبالتالي يعني هنا في الفوليوم بتاع اشكال مشهوره محتاجين نراجع عليه. لو كيوب، لو كيوبويد، لو سفير، ولو سلندر. بالنسبه للفوليوم هنا، فقالك ان الفوليوم بتاع الكيوب هو سايد باور 3. طب الفوليوم بتاع الكيوبويد هو ده المفروض لينس وده ويتس وده هايت، فقالك انت بتضرب الثري سايدز في بعض، يعني لينس في ويتس في هايت. طب بتاع السفير قالك ان الفوليوم عباره عن 4 على 3 ملتبلاي باي ملتبلاي راديوس باور 3. طب لو انت عايز الفوليوم بتاع السلندر قالك ان انت تحسب الاريا دي، المفروض الاريا بتاعت الدايره عباره عن ايه، باي ار سكوير، واضربها في الايه، في الارتفاع، اصبح ده الفوليوم. فدول كده الفوليومز الايه المهمين عندنا، نخلي بالنا يا جماعه، خلي بالنا منهم. تمام. حد عنده اي مشاكل او حد عنده اي سؤال لحد اللحظه دي؟ طيب هنبدا هنا بقى نقول كام فكره كده في الدينستي. نبدا بالفكره الاولانيه. بص يا سيدي، دي فكره مهمه جدا 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 جدا، ها. انا هعمل ايه؟ انا هجيب حته ايرون كده، الماس بتاعها كام، 50 جرام. تمام. وهجيب سلندر فاضي، فاضي مفيهوش اي حاجه، الماس بتاعه كام، 100 جرام. وهجيب سلندر فيه ميه،
يعني مملي ووتر، الماس بتاعه كام؟ 150 جرام. طيب تعالى نستنتج كام حاجه كده مع بعض. اولا، تعرف تقول لي ماس الووتر بكام؟ ماس الووتر لوحده؟ اه يا مستر اعرف. تعرف ازاي بقى؟ الفاضي ب100، لما حطيت ميه بقى 150، يبقى اكيد الميه كام؟ هي 150 جرام ناقص ال100 جرام، يعني يديك 50 جرام. معلش خلي دي 250. تمام، فيبقى هنا كام؟ 150 جرام. ده كده الماس بتاع الايه؟ بتاع الووتر. طيب انا بقى لو مسكت قطعة الحديد دي، رحت مسكتها كده وحطيتها هنا، حطيتها جوه الكلام ده، تتوقع الماس التوتال هيبقى كام؟ فقال لك ان الماس التوتال، اي حد دلوقتي بيتفرج هيقول ايه؟ هيقول ال 250 دي زائد ال 50 دي، فيبقى الماس التوتال 300. الكلام ده طبعا يا جماعة غلط. ليه؟ لانك لما بتحط حتة حديدة، طبيعي في مية بتطلع فوق، فبيحصل لها سبيلد، بتقع من على الجناب بالمنظر ده كده. تمام. ايه بقى المعلومه اللي انت عايز تعرفها؟ فالتاني هو مش هيطلع 300، يطلع اقل من 300، عشان في شويه ميه ايه اتدلدقوا بره. قال لك بقى ايه؟ قال لك ان الفوليوم بتاع الووتر اللي سبيلد اوت، اللي هي اتدلقت، لازم يساوي فوليوم المكعب بتاعك. حد عنده مشاكل؟ فلو هنكمل على نفس المثال، لو انا جيت حطيت الاتنين على بعض، لقيت الماس التوتال ب 270 جرام. هي كانت المفروض تبقى كام يا جماعه؟ هي كانت المفروض تبقى ال 250 زائد ال 50، يعني كانت المفروض تبقى 300 جرام. لقيتها كام يا جماعة؟ لقيتها 270 جرام. يبقى كده في قد ايه مية سبيلد اوت؟ في قد ايه مية وقعوا بره؟ 30 جرام. كده تعرف تجيب الفوليوم المية. اه، دنست المية بيساوي ماس المية على الفوليوم. دنست المية ب1000، ماس المية اللي اتدرق بره 30، فده يديك الفوليوم اللي اتدرق بره. يطلع الفوليوم 30 على 1000. او شايف ال30 على 1000 دي؟ شايف ال30 على 1000 دي؟ ده فوليوم الميه اللي اتدلق بره، صح؟ اهو ال 30 على 1000 دي هي فوليوم اوف ايه يا جماعه؟ اوف قطعه الحديد بتاعتي. فخلي بالك من الجزء ده. تمام، ماشي. آه... شوف عندنا كده هنا فكره رقم 2، وهي فكره الميكتشر. واحده واحده. يعني ايه ميكتشر؟ يعني انت جبت اتنين سائلين، السائلين دول حصل لهم ميكتشر، فبالتالي ده عنده دينستي وده عنده دينستي. عايز اعرف الدينستي الميكتشر هتبقى بكام. بص يا سيدي، انا هقسم مساله الميكتشر دي لحتتين. اول لما تلمح كلمه ميكتشر في المساله، تعرف ان انت حاجه من اتنين: لا اما هيديك معلومه عن الدينستي ومعلومه عن الفوليوم، لا اما هيديك معلومه عن الدينستي ومعلومه عن الماس. هي لا دي لا دي، كده كده لازم يديك الدينستي يعني. طيب لو اداني معلومه عن الدينستي، ببدا الدينستي وفوليوم ببدا بايه، والدينستي وماس ببدا بايه؟ ابدا دايما باللي ناقص. بمعنى لو انا اديتك دينستي وفوليوم، ايه اللي ناقص؟ اكيد الماس. طب مش انت عارف ان اكيد الماس التوتال لما تجمعهم على بعض، ده هيكون الماس الاولاني زائد الماس التاني؟ مش انت اكيد عارف الكلام ده؟ بديهيات صح؟ طيب واحده واحده. لو انا جيت قلت لحضرتك الدنستي والماس، ايه اللي ناقص؟ الفوليوم. يبقى الفوليوم التوتال هو بيساوي فوليوم 1 زائد فوليوم 2. هل دي فيها اي مشاكل؟ اظن كلنا متفقين على الكلام ده. طيب أه... واحده واحده. هل حد عنده اي مشاكل في دي او في دي؟ ماشي. يبقى انت بتشوف اللي معاك وتبدا باللي انت مش عارفه. كده كده كلنا عارفين اكيد، لما لو جبت حاجه 10 جرام وحاجه تانية 10 جرام، حطيتهم على بعض هيبقوا 20 جرام. حاجة الفوليوم بتاعها 10 و10 حاطين على بعض هيكون 20. دي أظن منطقية. فكلنا متفقين على على القانونين دول. طيب هل القانونين دول ينفعوا مع الدنستي؟ لا، ما ينفعوش مع الدنستي. طيب واحدة واحدة بقى. أنت عارف الدنستي بتساوي ماس على فوليوم، صح؟ اه. هات لي كده هنا الفوليوم في ناحية لوحده، فيبقى الفوليوم بيساوي ماس على إيه؟ على دنستي. طب هات لي الماس في ناحية لوحدها، فيبقى الماس بيساوي دنستي في إيه؟ في فوليوم. في مشاكل؟
بص بقى يا سيدي، بص يا سيدي، لو انت بدأت بالماس توتال بتساوي ماس 1 بلس ماس 2، فك كل ماس. هي الماس بتساوي ايه؟ density في فوليوم، فدي هتبقى density توتال في فوليوم توتال بيساوي density 1 في فوليوم 1 بلس density 2 في فوليوم 2. طب لو ما فهمتش اعيدها لك هنا. لو انت بدأت بالفوليوم، فك كل فوليوم. هو الفوليوم عبارة عن ايه؟ ماس على الدنستي، يبقى هنا ماس توتال على الدنستي توتال بيساوي ماس 1 على الدنستي 1 بلس ماس 2 على الدنستي 2. هتلاقي انت معاك كل حاجة. في العادة هيكون معاك ماس 1 وماس 2، هتجمعهم فتجيب الماس التوتال، وهي معاك دنستي 1 ودنستي 2 كده شيفت سولف تعرف تطلع الدنستي التوتال. نفس الكلام هناك، هيكون معاك فوليوم 1 وفوليوم 2، تجمعه تجيب الفوليوم توتال. هيكون معاك دنستي 1 ودنستي 2، فتعرف تعمل شيفت سولف تجيب الدنستي الايه التوتال. دي مسألة الميكتشر. ساعات بيقول لك ايه بقى، بيحب يلعب، بيقول لك ايه، يقول لك ان كلهم عندهم ايكوال فوليوم. يعني لو فوليوم 1 بي في، فوليوم 2 هيكون بي في، ففوليوم توتال في بلس في يعني 2 في. فلما تيجي تتعوض هنا، density توتال في 2 في ايكوال density 1 في في زائد density 2 في، فتلاقي ال v راح مع ال v راح مع ال v، يبقى لك في الاخر الشكل ده. بدل ما يديك ارقام يعني بيعمل لك كده عشان تكنسلهم مع بعض. نفس الكلام هنا، يقول لك كلهم عندهم نفس الماس، فلو دي ام ودي ام هتبقى التوتال 2 ام. هتلاقي حاجه بالمنظر ده، هتلاقي دي راحت مع دي راحت مع دي، فيبقى لك 2 على density توتال بيساوي 1 على density 1 زائد 1 على density 2. ده بيعملها كتير في المسائل يعني. طيب في حد عنده اي مشاكل؟ جميل. رقم 3 هي حاجة اسمها الريلاتيف density، وهي عبارة عن density اي حاجة، density السبستانس، density الاويل، density اي حاجة على density الووتر. فدايما لو انا قلت لك مثلا عندي ايرون، الريلاتيف density بتاعه ب 700، اظن او خلينا نقول 7.8 مثلا، اظن كده تعرف تجيب الدنستي بتاعت الايرون بكام، لان هي ب 7.8 دي بتساوي دنستي السبستانس، انت قلت ايرون يبقى ده دنستي الايرون، على دنستي الووتر ب 1000، كده تعرف تجيب الايرون ايه بكام. تمام. طيب ممكن برضو تبقى ماس السبستانس على ماس الووتر، يعني مش شرط تكون ايه، مش شرط تكون دنستي. الفكرة الرابعة وهي الابليكيشن بتاعة الدنستي. الفكرة الرابعة هي الابليكيشن بتاعة الدنستي. اول حاجة الكار باتري. ايه هي بقى الكار باتري؟ بص يا سيدي، انت هتقيس الدنستي بتاعة البطارية بتاعة العربية. لو لقيت الدنستي بتاعتها عالية، ده معناها ان هي مشحونة تشارجد. لو لقيت الدنستي قليلة، ده معناها ان هي مش مشحون مش تشارج، هي محتاجة تتشحن. هل حد عنده مشاكل؟ تمام. تاني حاجة هتقيس الدنستي بتاعة الريد بلاد سيلز. المفروض الريد بلاد سيل الدنستي يتراوح من 1040 ل 1060. ده الدنستي بايه؟ ده حضرتك طبعا كيلو جرام، دي اليونت الأساسية عادي اللي هي عندنا. جيت تقيس الدنستي، لقيت الدنستي أقل، يعني انت في الحتة دي كده، معنى كده ان حضرتك عندك انيميا. جيت تقيس الدنستي لقيتها اكبر، مع ان انت عندك هاي كونسنتريشن اوف ريد بلاد سيلز. طبعا ده خطر وده ايه، خطر. طبيعي ان انا بقى ايه، في النورمال. حد مش فاهم؟ تمام. ده كده كان الدرس الاولاني. كده دخلنا على الدرس التاني، هو درس الفلو. طيب ايه هو درس الفلو؟ قالك ان اي فلو هو حاجتين، لا اما لامينر فلو، ساعات بقول عليه steady flow، ساعات بقول عليه streamline flow، او turbulent flow. دي بقى اول ان دي الحركه بتاعت السائل بتبقى متعكره، فيها موج مثلا زي بتاعت البحر، ولكن دي زي ميه البسين كده تبقى هاديه لامينر ما فيهاش اي حاجه. احنا اللي علينا في تانية ثانوي ده ما عليناش الايه، التربلنت. في مشاكل؟ طيب بص يا سيدي، هنعمل ايه بقى. انا هجيب انبوبه،
بالمنظر ده كده. خلينا نكبر الانبوبه دي، والانبوبه دي جواها سائل بس مش عايزين نبوظها من جوه، فاحنا قلنا دي جواها ايه، مثلا ووتر. تمام. احنا كعلماء فيزياء عملنا ايه؟ قالك احنا عملنا خطوط، الخطوط دي وهميه. الخطوط دي مالها؟ وهميه، مثلا بالمنظر ده كده. دي خطوط اسمها ايه؟ دي خطوط اسمها ستريم لاين. حد عنده اي مشاكل؟ طيب، المعلومه بتقول لك ايه، ان عدد الستريم لاين هو كونستانت في اي مكان في الانبوبه بتاعتك. فانت لو عندك انبوبه بالمنظر ده كده، بتيجي توسع تاني، دايما الستريم لاين هنا زي هنا زي هنا، ما بيتغيرش يا جماعه. تمام، هنا زي هنا زي ايه، زي هنا، ما بيتغيرش. خد بالك من المعلومه دي وايه، واكد عليها. هل حد عنده اي مشكله لحد اللحظه دي؟ تمام. يبقى انت لحد دلوقتي في شابتر 4 بين قوسين كده، الدنسيتي ثابته وعدد الستريم لاين ثابت، بس بنجمع الحاجات الكونستنت اللي بيلعب فيها يعني. طيب، قال لك بقى ان انت في اللامينر فلو، لو جيت تقيس السبيد بتاع الميه عند النقطه دي، طلع مثلا 5 متر بير سكند. لازم دايما طول عمره يفضل عند النقطه دي بنفس السرعه. خلي بالك، انا ما بقولش ان السرعه ثابته. يعني انت لو جيت هنا عادي ممكن يطلع ب 6 متر بير سكند، مفيش مشكله، سواء اكتر او أقل، مش فارقه معايا. ولكن الفرق معايا ايه، ان نفس النقطه لما تيجي تقيسها تاني تطلع بنفس السبيد. يبقى السبيد at any point is ايه، is constant، عند نفس الايه، عند نفس النقطة. لازم يكون عند نفس النقطة. في مشاكل؟ تمام، نكمل. بدأنا بقى نتكلم عن حاجة اسمها، هنقسم الصفحة كده، حاجة اسمها الفوليوم فلو ريت، اللي هو الكيو في، والماس فلو ريت. قالك ان الفوليوم فلو ريت او الماس فلو ريت دول حاجتين ثابتين على مدار الانبوبة كلها. فبالتالي لو انا كده بين قوسين هقول ان الدنستي والكيو في والكيو ام والستريم لاين دي حاجات كلها يا جماعة ثابتة. تمام. عشان تحسب الكيو في، هو عبارة عن فوليوم على تايم، وهو اريا في فيلوسيتي. الكيو ام هو عبارة عن ماس على تايم، وهو density في اريا في فيلوسيتي. لو عايز تربط بين القانونين دول، هقول ان الكيو ام بتساوي density، واشيل الاي في من هنا واحط الكيو في. خد بالك من الايه، من النقطة دي. طيب، فهو بمنتهى البساطة المسألة بتيجي ازاي؟ انت يا جماعة مسائل الفلوريد دي بتبقى من اسهل المسائل اصلا. بيجيب لك انبوبة بالمنظر ده كده، هنا عندك الاريا الاولانيه والفي والسرعه الاولانيه، الاريا التانية والسرعه التانية، الاريا التالتة والسرعه التالتة. طيب، انا قايل لك ايه، ان على مدار الانبوبه الكيو في ثابت، فلازم الكيو في اللي هنا يكون قد الكيو في اللي ايه، اللي هنا، يكون قد الكيو في اللي ايه، اللي هناك. طيب، واحده واحده. هي مش الكيو في ايكوال اريا في فيلوسيتي؟ فانت عشان تخليهم قد بعض، يبقى اكيد اللي عنده فيلوسيتي كبيره لازم يكون عنده اريا صغيره، عشان تفضل في الاخر نفس الريشيو، تبقى نسبه وتناسب. صح؟ فانت هنا بمنتهى البساطة هتفك، تبقى اريا 1 في velocity 1 بيساوي اريا 2 في velocity 2 بيساوي اريا 3 في velocity 3. بيكون معاك كل حاجة، مش اكتر من كده. ماشي يا جماعة؟ طيب، اقول فكرة بس مهمة. ساعات يديك الايه، الاريا دي بالسنتيمتر والاريا دي بالسنتيمتر، فانت تروح انت محولهم، ملهاش لازمة. لانك لو ضربت هنا في 10 باور نيجاتيف 4 وضربت هنا في 10 باور نيجاتيف 4، كده كده التحويلة هتروح مع الايه، مع التحويلة. فدام هما الاتنين نفس اليونت، خلاص مش مشكلة. تمام. طيب، هعمل نفس الكلام تاني، بس انا مش هخلي مخرج واحد، هخلي اكتر من مخرج، يعني حاجه بالمنظر ده كده. يلا، المفروض الكيو في اللي داخله قد الكيو في اللي خارجه، فالكيو في اللي داخله هسميها كيو في واحد، الكيو في اللي خارجه هسميها كيو في اتنين، كيو في تلاته. الفكره بقى هنا، هل هقول كيو في واحد بتساوي اتنين بتساوي تلاته؟ لا،
لان اكيد اللي داخل من هنا مش قد اللي خارج من هنا، هو قد مجموعهم. يعني ستة، يعني كده كيو في واحد هيبقى بيساوي كيو في اتنين زائد كيو في تلاتة. فهنا يبقى A1 V1 بيساوي A2 V2 بلس A3 V3. حد فاهم حاجة؟ تمام. طيب المسألة المشهورة بتاعتنا اللي هي أكتر من مخرج، كم مخرج يا مستر؟ معرفش كام، معرفش، بس اللي أعرفه إن كلهم ايدنتيكال، يعني كلهم زي إيه، زي بعض، يعني نفس الاريا ونفس الفيلوسيتي. صلي على النبي. مش أنت المفروض هنا اللي داخل كيو في، يعني هتعمل A1 V1 بيساوي، مش انت المفروض هتعمل A2 V2 بلس A3 V3 بلس A4 V4 بلس A5 V5 بلس، طب مش هما كلهم نفس الاريا نفس الفيلوسيتي؟ اه، اكتبها مرة واحدة بس وحط هنا عددهم بس كده. فساعات يقول لك انا عايز اعرف هما كام واحده، فانت يكون معاك كل حاجه تعمل شيفت سولف تجيب الايه، تجيب الان عادي. حد عنده اي مشاكل؟ طيب. آه عندنا هنا اخر فكره، الفكره بتاعت الصنبور. ايه فكره الصنبور دي؟ بص يا سيدي، يبقى عندي زي تانك بالمنظر ده، في هنا زي حنفيه او صنبور سميه واحد، وهنا حنفيه او صنبور سميه اتنين. ده عنده طبعا كيو في واحد وده عنده كيو في ايه اتنين. عايز اعرف التايم اللي انا هاخده عشان املى دي كلها بكام، واحده واحده. انت كده كده عارف ان كيو في توتال هو عبارة عن الاولاني زائد التاني. فوق كده كده مش هيكون فوليوم، يعني كده يبقى فوليوم الكونتينر على التايم التوتال. اه، طب مش ده يكون فوليوم واحد اللي هو برضه فوليوم الكونتينر على تي واحد، بلس مش ده برضه فوليوم اتنين على تي اتنين، فتلاقي في الاخر ده راح مع ده راح مع ده، يبقى واحد على تايم توتال، تايم الكلي اللي انا هاخده عشان اوصل للتوتال دي ان انا املى البتاع كله، بيساوي واحد على تي واحد زائد واحد على تي اتنين. دي مهمة جدا. هعيد نفس المسألة تاني بس المرة دي هعمل ايه، يعني للفهم بس. في صنبور هيبقى بيفضي سميه اتنين، وصنبور هيبقى بيملى سميه واحد. عايز اعرف اخد وقت قد ايه عشان املى البتاع ده. هنا بقى الكيو توتال هي بتساوي ايه، هي بتساوي واحد بس مش بلس اتنين، لان اتنين ده بياخد منك، يبقى ماينس اتنين. وتعمل نفس الكلام، يبقى هنا واحد على تايم توتال لان الفوليوم هيروح مع الفوليوم، كل واحد على تي واحد ناقص واحد على تي اتنين. اقدر بقى العب في المسألة دي زي ما انا عايز، يعني ممكن اعمل لك نفس الكلام ده، احط هنا مثلا صنبور وصنبور وصنبور، فبقى عندي واحد بلس اتنين بلس تلاتة ماينس أربعة عادي جدا، والفوليوم في الآخر يروح مع الفوليوم عادي جدا ولا في أي إيه مشكلة. طيب ده كده كان درس الفلو. شابتر فور عامة هو الشباتر اللذيذة يعني. يعني الدنستي بسيطة جدا وفهمنا الأفكار بتاعتها، هي بس ممكن أتقل حاجة فيها مسألة الميكتشر ودينا فهمناها. وتاني حاجة كانت عندنا اللي هي الفلو، عبارة عن الكيو في بيساوي كيو في أو كيو ام بيساوي كيو ام، دي برضه مفيهاش أي حاجة. تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هندخل على الدرس الثالث وهو درس الايه، الفيسكوستي يا جماعة. الفيسكوستي اللي هي اللزوجة يا جماعة. بصوا يا جماعة، طبعا انت عارف ان اللزوجة دي حاجة بتميز الفلويدز، يعني اكيد في سائل لزج عن سائل تاني. يعني انت مثلا لو جيت تشوف عندك، بسم الله، لو جيت تشوف عندك الووتر مثلا غير الهاني غير العسل، هتلاقي مثلا ده الووتر ممكن تدلق معاك بسرعة، تحرك يمين وشمال بسرعة تحرك معاك، ولكن العسل تلاقيه ماسك في بعض وتلاقيه لزج كده بالمنظر ده. طيب ايه اللي بيأثر على اللزوجة؟ بمنتهى البساطة يا جماعة، اللي بيأثر على اللزوجة هما نوعين من الفورسز. اللي بيأثر على اللزوجة هما نوعين من الفورسز، نوع اسمه cohesive force ونوع اسمه adhesive force. ايه برضو الكوهيسيف وايه الادهيسيف؟ بص يا سيدي، لو ده كونتينر، دول شوية عسل بالمنظر ده كده، دي طبقات العسل اهي. قالك ان الكوهيسيف فورس هي قوة الترابط ما بين الموليكيولز بتاعة العسل. يعني في هنا فورس ما بين الموليكيول دي والموليكيول دي اسمها كوهيسيف فورس. كل ما كانت عالية، يعني ماسكين في بعض، يعني لازقين في بعض، يعني مش عايزين يسيبوا بعض، تيجي انت تحركهم تلاقي صعوبة. في حاجة تانية اسمها adhesive فورس، هي برضو قوة بقى مش التماسك، لا قوة التلاصق ما بين الإزاز اللي انت بتحط فيه الفلويد والفلويد نفسه، لازق فيه مش عايز يسيبه. كل ما كان القوتين دول عاليين،
ده يؤدي الى فيسكوستي مالها يا جماعه؟ ده يؤدي الى فيسكوستي عاليه. في مشاكل؟ طيب هنعمل زوم وندخل نرسم الشكل ده تاني. هلاقي ان السائل بيكون عباره عن طبقات بالمنظر ده كده. ده طبقات السائل. بص يا سيدي، جرب انت حتى التجربه دي بنفسك. هات شويه عسل كده حطهم في كوبايه وهات معلقه، ابدا قلب. هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي ان اللي فوق اللي بتتحرك معاك، بس اللي تحت فيكسد. صح؟ يعني هتلاقي اللي تحت دي خالص الفيلوسيتي بتاعتها بتساوي زيرو. متأكد بس التسجيل شغال؟ اه. يعني هتلاقي الفيلوسيتي بتاعتها بتساوي زيرو، ما بتتحركش، اسمها فيكسد. وكل ما بتطلع فوق الفيلوسيتي بتزيد حبه 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 لحد ما توصل لاول طبقه فوق. دي بتتحرك بالسرعه عادي ايه العاديه بتاعتك. حد عنده اي مشاكل يا جماعه؟ تمام. فانا كده هاخد الطبقه دي وهاخد الطبقه الفيكسد، ده اللي بنركز عليهم. دي كده الفيكسد ودي كده الموفينج. الفكره ان المسافه ما بين الموفينج والفيكسد انا بسميها دي، ساعات يقولك عليها سيكنس. الموفينج دي اللي بتتحرك بالفيلوسيتي نتيجه ان انت زقتها بفورس. صح كده يا جماعه؟ طيب وطبعا الموفينج دي تبقى مثلا بيانه لينس وهنا ويتس، فبتعرف تجيب الاريا بتاعتها. المهم انت لو عايز تحسب الفيسكوستي بقى بتاع السائل اللي هنا اللي ما بين الموفينج والفيكسد، قال لك ان هو عباره عن الفورس في السكنس، المسافه بين الموفينج والفيكسد، على الاريا بتاعه الموفينج اللي هي لينس في ويتس ملتبلاي الفيلوسيتي. دي كده القانون بتاع الفيسكوستي. تمام. ما اظنش ان حد عنده ايه اي مشاكل فيه، وهي الفيسكوستي اصلا بتكون تعويض مباشر. هي ما فيهاش غير فكره واحده بس هنقولها دلوقتي ونبقى ايه ونبقى خلصنا. ايه هي الفكره دي؟ ان بص يا سيدي، انت لو عندك هنا بليد بالمنظر ده، أنا ما اظنش ان حد واجه اي مشكله اصلا في الحل بتاع شابتر 4 يعني. لو دي بليد موفينج وده فيكسد، مش هو بينشأ ما بينهم فورس؟ صح؟ اللي هي كانت موجوده في القانون اللي هي دي. تعالى كده نجيب دي في ناحيه لوحدها. هنودي الاريا والفيلوسيتي هناك ونقسم على الدي، فيبقى فيسكوستي في ايه في في على الدي. ده بيساوي الفورس. صح كده يا جماعه؟ فانت لو عايز تحسب الفورس دي تبقى بالمنظر ده. صح؟ طيب كل الفكره بين بقى ان في مسائل اروح انا حاطط لك واحده فيكس التانيه فوق. دي كده واحده فيكس التانيه، فبالتالي في هنا برضو دي ايه دي تانية، فبالتالي برضو في ايه في فورس تانية. فعشان تحسب الفورس التانية دي فيسكوستي مع نفس السائل، طبعا لو سائل مختلف خلاص تبقى دي فيسكوستي 1 ودي فيسكوستي 2 في ايه في في على دي 2. هو بقى يطلب منك التوتال. الفورس التوتال هتساوي فيسكوستي في ايه في في على دي 1 بلس فيسكوستي في ايه في في على دي 2. انا هاخد الفيسكوستي والاي والفي كومن فاكتور، فيبقى لي جوه واحد على دي واحد زائد واحد على دي اتنين. ليه خدتهم كومن فاكتور؟ عشان دول طبعا حاجات ثابته، دول اصلا ليهم علاقه بالموفينج، ملهاش علاقه ان شاء الله تحط مليون فيكسد، هي ليها علاقه باللي بتتحرك. طيب القانون ده يبقى غلط امتى؟ خد بالك بقى من الحته دي عشان ايه دي جديده. يبقى غلط امتى؟ لو كان في هنا سائل واحد وفي هنا سائل اتنين، فساعتها هيكون عندك فيسكوستي واحد وفيسكوستي اتنين. خد بالك من الايه من الحته دي. بس هي دي كانت الفكره الاخيره في شابتر 4. خد بالك برضو ان الفيسكوستي دي حاجه ايه ثابته، فلو جينا نجمع كل الثوابت اللي قلناها في شابتر 4 هنلاقي ان هي الدنستي، الفيسكوستي، الكيو في، الكيو ام، والستريم ايه يا جماعه والستريم لاين. دي كلها حاجات ثابته. ماشي. شكرا ليكم. ده كده كان الفيديو بتاع شابتر 4. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع شابتر 5. هانت خلاص يا جماعه، قربنا اخر اسبوع خلاص داخلين عليه اهو. شكرا ليكم، السلام عليكم.